أطيب الوصفات اللي نحضرها بشهر محرم هي الهريسة، ما شاء الله تصير بركة وطعمها كلش طيب، وطريقة طبخها ما بي أي تعقيدات وكلش سهل. بالبداية أخذت نص كيلو من الحبية وغسلتها كل زين ونقعتها مدة 6 ساعات. بعدها راح أخليها بجدر وأخلي عليه كمية زينة من المي. أني ما أحبها باللحم فراح أخلي قطعة لحم صغيرة. إذا تريدون تسوون أكثر لحم اسلقوه على صفحة ويا مي ورق غار. راح أسويها بجدر الضغط لأنه الدنيا حارة وتحتاج وقت طويل حتى تستوي. ممكن تسووها بالجدر العادي. بقيتها بجدر الضغط مدة ساعة ونص بالضبط. بعدها طلعت منها اللحم وراح أسويها بالهاند بلندر وأهرسها. ممكن تهرسوها بإيدكم بس يتوفر عليكم جهد ووقت. بعدها اللحم اللي طلعت على صفحة راح أدقه مثل ما تشوفون بالفيديو حتى يصير خيوط، وأرجعه للجدر. علبة من القشطة ونص قالب من الزبدة وشوية ملح حتى يعادل الطعم. بنات أعرف القشطة ما موجودة بالوصفة الأصلية بس أنا أضيفها لأن تنطي طعم كلش طيب وغني. جربوها كلش راح تعجبكم. وبس والله بنات، أني هاي طريقتي أخلي عليها شوية من القرفة ودهن الحر على الوجه، هالشي اختياري. يصير طعمها يجنن، ما تتخيلون شلون كريمية وطيبة. جربوها وتعولي.